وكي دايرين ناصرنا هي راه قال لك الا كان عندك رزق في يدك وبغاك ربي ما تصرفش عليه راه ما تصرفش عليه. وفي الفيديوهات اللي سبقوا ناصرنا في الجزء الاولاني كنا دوينا على سلوكي اللي كيتحرق وشنو هو السبب اللي كيخليه يتحرق، وفي الجزء الثاني دوينا على الدول اللي كيديروا الناس الرمى القدام. وهذا الفيديو ناصرنا راه عبره لكاع الرمى اللي كيخرجوا يصيدوا في حال سخون. علاش؟ غادي تشوف شي خرجوا يصيدوا في الحال سخون وخرجوا على سلاقهم. وهذا الرما كاينين في المغرب وكاينين في دول الخليج، وبغيتكم الناصر ما تبارطاجيو هذا الفيديو مع الرما باش يتجنبوا هذا المشكل ويتجنبوا الصيد في الحال سخون حيت كيخرج غير على السلاك. ولكن انا الرما بغيت نقول لكم واحد النصيحه على الرما اللي كيخرجوا يصيدوا. سلوقي لا ركب على الرنب وساليتو من الصيده وسلوقي باقي سخون ما خاصوش يشرب الماء وما خاصوش يعوم في الماء حيت غيتفرقع وغتخرج عليه. وغنخليكم النصرمه مع الفيديو وقولوا لي اش كاين. وغنبداو النصرمه مع هاد السلوقيه ديال الكالكو اللي كانت تفرجت على واحد الثعلب في الحال سخون وشو اشطرا ليها تمحنت ما بقاتش قاده توقف. وغنخليكم ناصرمه هنا مع شي صياده يخرجوا يصيدوا وكان الحال سخون وناضي ذكر مرت ليا السلاق وشو السلاق كيولاو وسمع اش غيقولوا. وليدي والله الا كلام بالله. لا وقف مسكين واحد اللحظه وقف راه قلت انا قلت لي شو السلوقي عندك وقف. ما بقاوش دروات جوج ثاني. احنا قلنا شديت يدك احلى عندك. خرجت صافي قلنا لك على واحد ضربها لا راه مضوبه في رجلها. شو باغا طيح شو باغا طيح شو باغا طيح. مشات هذه ما مرفض بس ترحمها. علاش الله من فوق. شو الاخرى سيدي شو الاخرى. وينك قلت يلا نشوفها بحالات. ما عمرو وقع لهم بحالك فرقع مشيت فيها بحالك. شنو ما تهاوتوا علي الله يديك تحنا ما عرفتش تدي هذا في فرقعهم في الحاره هو جايبين بالدروح تماك صافي خير حرام الحاره عليهم واحد الناس وخرج الطريق وما بقى في الحرب. وخرج وي ملي خرج الطريق سيري كسل. وغنخليكم انا صرمه هنا مع اصحاب الخليج شوف اش غيطرى لواحد السلوقي في الحال سخون مسكين. ما عندنا نفس الحين فيه. جزاك الله يا ابو مرضي. اول ما وقع راسه. ما خربط احسن الشنطه تحت. معلومه الحين والله داير ان ربطناه ورا. وش ترى؟ وقع على طبقه عطفت رقبته. لا وقع على يداته ولا شيء كره. وقع كذا طول يتسلق.